السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل وصفة سريعة جدًا، يعني كده تقدروا تقولوا فطيرة، تقدروا تقولوا بيتزاية من غير ولا عجن ولا تخمير ولا بقى هنجيب دقيق ولا كمان هنجيب جلاش. أبسط الحاجات اللي في بيتِك هتقدري تعمليها، ما فيش بيت ما فيهوش بطاطس ولا عيش ولا فلفل رومي أو فلفل حراق. دي أبسط المكونات اللي تقدري تعملي بيها وهي دي الأساسيات، وكمان 3 بيضات. هنا عندي جبت شوية زيت ونزلت بيهم، حطيت بطاطساية مقطعاها مكعبات وحطيتها في الطاسة لحد ما اتحمّرت، وبعد كده نزلت بفص توم وشوية كزبرة، دول فيهم التيست كلّه والطعم كلّه اللي هو بتاع الفطيرة. دلوقتي أنا حمّرت البطاطس هابدأ إن أنا أصفّيها من الطاسة وأسيب الزيت زي ما هو بالتوم بالكزبرة زي ما أنتم شايفين. عندي هنا دلوقتي كان 3 بيضات ضربتهم وحطيت عليهم ملح وفلفل، وعندي هنا بقى التونة دي اختياري يا جماعة، تقدروا تستبدلوا التونة دي بأي حاجة تعجبكم، لانشون، روز بيف، hot dog، لحمة مفرومة، تعصيج معصّجة فراخ، أي حاجة أنتِ عاوزة تعمليها. عندي هنا دلوقتي بقى حطيت الفلفل الرومي اللي مقطّعاه طرنشات أحمر وأخضر على البيض، وجيت بقى في نفس الطاسة زي ما قُلت لكم شايفين أنتم التوم والكزبرة، حطيت العيش فتحته كده، فتحت العيش الوش بعيد عن الضهر، وبدأت رصّيت الضهر كلّه يعني الأغلبية من الضهر، ونزلت بالبيض والفلفل، وكمان البطاطس اللي أنا مقطّعاها ومحمّراها. عندي هنا دلوقتي التونة زي ما قُلت لكم اختياري تقدروا تستبدلوها، تقدروا تعملوا الفطيرة دي أو البيتزا دي من غير أي حاجة غير المكونات اللي هي الأساسية بس، يعني تستبعدوا التونة أو اللحمة أو الكلام ده كله. تمام، بدأت إن أنا أوزّع بقى كله ورصيت العيش زي الوردة كده، علشان تطلع معايا الفطيرة مدوّرة وتبقى جميلة. أنا شُفت الوصفة دي بس شُفتها بمكونات تانية، علشان ننسب الحق لأصحابه بصراحة ناس كتير أوي كانت عاملاها، فبصراحة عجبتني قُلت أمّا أنزّلها لكم نستفاد كلنا منها. بعد كده نزلت بقى بشرايح الجبنة الرومي، عندِك جبنة موتزاريلا، عندِك جبنة ميكس جبن، تقدري تحطي اللي أنتِ عاوزاه. تمام كده، وبدأت إن أنا أقفّل بقى، أرُص بقى على الوش إيه، وش العيش، وش رغيف العيش اللي أنا كنت فاصلاهم عن بعض. بدأت دلوقتي نزلت بيهم على الطاسة، لحد ما الفطيرة خدت معايا وش أحمر جدًا، هتشوفوه دلوقتي معايا، يعني لحد ما اتحمّرت خالص من تحت، علشان كمان أكون ضمنت إن البيض استوى. تمام كده، هاقلبها بقى وأطلّعها معاكم وهنشوفها دلوقتي ما شاء الله، الله أكبر، تحفة. لسه ما نزّلتهاش من الطاسة، جميلة جدًا، جدًا بجد يعني والناس اللي هي بتحب التونة، ما فيش أي نوع من الزفارة، التونة مع البطاطس أو التونة مع البيض إطلاقًا، ما فيش أي زفارة، التوم والكزبرة يعني بُصّوا قايمين بالواجب، تحفة بصراحة ما شاء الله، بجد جرّبوها وقولوا لي رأيكم. أنا عجبتني طعمها جدًا، يا رب تعجبكم كمان. ويا ريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة الناس اللي لسه أول مرّة تتفرّج يعني أو مرّة تشوف القناة بتاعتي. أنا كنت مبطّلة فترة بس يعني القناة بتاعتي جالي إخطار إنها تتقفل، فقررت إن أنا أنزل لكم بفيديوهات خفيفة ووصفات سريعة كده، يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، ويا رب الوصفة تعجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.